مصر سؤالها الكبير من اول الثوره لغايه النهارده، امتى هيرجع الاقتصاد ينمو من جديد؟ الاقتصاد مشكلته الحقيقيه انه اتاثر كتير بتبعات المرحله الانتقاليه، وده امر كان مقبول وده امر كان مرغوب. اذا كنا بنغير نظام سياسي فمن الطبيعي ان يكون هناك بعض من التكاليف لذلك، ولكن الان البحث عن عوده النمو وعن نقطه النمو اللي هنعود من خلالها من جديد الى توزيع عادل للدخول، الى توزيع عادل للثروات، الى اعاده الشباب الى منظومه العمل، الى الحد من البطاله، الى رفع مستويات الدوله. الامر دلوقتي محتاج الى العديد من الخطوات المتكامله مع بعضها. اولا انت محتاج انك تغير الثقافه اللي كانت موجوده عند المنتج المصري ان هو بينتج لسوق حجمه 85 مليون، الى انه النهارده يجب ان ينتج الى سوق حجمه 7 مليار مستهلك على مستوى العالم. يجب ان يكون هناك تشجيع للتصدير، يجب ان يكون هناك تشجيع لزياده معدلات النمو بالنسبه لحجم صادراتنا. احنا عندنا سوق عربي، عندنا سوق افريقي، عندنا سوق اسيوي، عندنا قدرات نقدر من خلالها ان احنا نعيد مره ثانيه صياغه دور اكبر للاقتصاد المصري على مستوى العالم. محتاجين كمان ان احنا النهارده نبص ونعيد صياغه منظومه جديده للنمو المبني على عدم استهلاك الموارد الداخليه. مصر دوله ذات موارد محدوده، مواردها اللي موجوده عندها من الموارد البيئيه والموارد التعدينيه وخلافه هي موارد جيده، ولكن استهلاكها بصوره لا تفيد البيئه ولا تفيد النمو للاجيال القادمه هو امر بيدمر موارد اساسيه وموارد ثمينه. محتاجين ان احنا نفكر ان النمو يكون مبني على فكره اعاده توزيع الشعب المصري على مساحه اوسع، ان احنا نحاول نعمر الصحراء الغربيه، ان احنا نرجع سينا تاني، ان احنا نحول منطقه قناه السويس من مجرد ممر بحري بينقل سفن حواليه الى انه يكون منطقه تكامل لوجستي كامل، وده امر محتاجينه قوي. دبي عملت نمو بامكانيات عشر اللي موجوده عندنا وبتحقق معدلات عائد منها اضعاف اللي احنا بنحققه. محتاجين نبص على مصر بعد 50 سنه، النمو بتاعها هيجي منين؟ هل احنا محتاجين صناعات كثيفه؟ هل احنا محتاجين نولد طاقه من طاقات نوويه؟ هل احنا محتاجين ان احنا نحافظ على مواردنا؟ هل احنا محتاجين نوفر فرص عمل؟ هل احنا محتاجين نغير منظومه التعليم عشان نخرج منتج تعليمي قادر على منافسه داخل السوق؟ هل احنا محتاجين ان احنا نغير شبكه الطرق والنقل اللي موجوده عندنا؟ هل احنا محتاجين نرجع الامن؟ ودي هتكون البدايه اللي يحصل منها النمو، لما تدي الامان، مش بس الامان في الشارع ولكن الامان للمستثمر، الامان ان انت هتحترم تعاقداتك، الامان ان انت داخل مصر انت مصر بتضمن ليك حريه استثمار، ان النظام الاقتصادي المصري والدستور المصري هيضمن لكل مستثمر داخل مصر ان هو يحصل على حقه طالما يعطي للدوله حقها، طالما لا يدلس، طالما لا يؤذي. حق المستهلك يجب ان يكون جزء من منظومه النمو الاقتصادي. المستهلك ليه حقوق كتير علينا، جينا عليه كتير وجينا على حقه كتير. محتاجين النهارده ان احنا نرجعه مره ثانيه لمنظومه النمو. النمو هيرجع بتكاتف الجميع، النمو هيرجع من خلال ان احنا كلنا نعرف ان مصر محتاجه دفعه بايدينا كلنا.